مرحبا أعزائي المشاهدين من اسطنبول إلى الرباط في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للتحالف المغربي التركي والذي تخشى قيامته كل أوروبا، ولا أبالغ إذا قلت أن أوروبا ترتعد خوفا لو تم إتمام المخطط التركي المغربي في المنطقة. وللمغاربة والأتراك تاريخ لا يمكن محوه من أوروبا، شاء من شاء وأبى من أبى. وما يزيد من غيظ الأوروبيين هو التقارب الاستراتيجي الحاصل حاليا بين تركيا والمغرب، والذي تجلى مؤخرا في التعبير الصريح والواضح والذي لا يقبل أي مجال للشك في اعتراف بالوحدة الترابية المغربية التاريخية، وهذا دق نقوز الخطر في أوروبا. وهي تأخذ هذا التطور السريع للعلاقات المغربية التركية على محمل الجد، لأن اعتراف التركي لا يشمل الصحراء المغربية فقط، بل يشمل أي منطقة ترابية حكمتها المغرب تاريخيا. لذلك حينما تتكلم تركيا عن الوحدة الترابية المغربية ترفقها بمصطلح الوحدة الترابية المغربية تاريخيا للدلالة على حدود المغرب التي كانت تمتد من إسبانيا شمالا إلى غرب إفريقيا جنوبا. وبطبيعة الحال الأتراك ليسوا أغبياء ليقوموا بهذه الخطوة دون دوافع قومية أو استراتيجية لهم، فهم يعتبرون المغرب بلدا محوريا في علاقتهم بأوروبا. ومن مصادفات القدر أن تركيا والمغرب تتشابه من حيث التاريخ، من حيث النهوض الصناعي الحالي، من حيث التمدد الجغرافي، من حيث التعامل الأوروبي معهم، ومن حيث المخططات المعادية لهم. سبحان الله، تشابه غريب، وكأن المغرب وتركيا دولتان توأمان. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن دوافع تركيا للتحالف مع المغرب واعترافها بالوحدة الترابية المغربية التاريخية. ثانيا، ما هي أوجه التشابه بين تركيا والمغرب والتي تجعلهم بمثابة التوأم؟ ثالثا، كيف تخطط أوروبا لإسقاط المغرب وتركيا باعتبارهم التهديد الأول لهم على المدى المتوسط والبعيد؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بسبب اعتراف تركيا بالوحدة الترابية المغربية، وهذا يدعونا لمعرفة الجغرافي أولا. فتركيا هي الدولة الأهم التي تجمع قارة أوروبا وقارة آسيا عبر مضيق البوسفور، يعني أوروبا مرتهنة لتركيا في علاقتها مع قارة آسيا من حيث النقل البري. أما المغرب فهو حلقة الوصل بين قارة أفريقيا وأوروبا، وهو المتحكم الرئيسي في مضيق جبل طارق، وبالتالي التحالف التركي المغربي يمثل خطرا على التمدد الأوروبي نحو قارة أفريقيا وقارة آسيا. وفي حالة التنسيق المشترك بين البلدين يمكن لهم خنق الاقتصاد الأوروبي حرفيا. ثانيا، لتركيا العديد من الجزر التركية المحتلة من طرف اليونان، وللمغرب نفس الأمر، فالمغرب عدة جزر محتلة من إسبانيا. وتركيا والمغرب لا تعترف بالخرائط الحالية التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت غير منصفة للدولتين، واستغلت حينها أوروبا حالة الضعف للدولتين لتقلص نفوذهم البحري، لأن المغرب كانت تاريخيا تسيطر على سواحل غرب أوروبا وتركيا كانت تسيطر على سواحل شرق أوروبا. وبالتالي يشترك المغرب وتركيا في عدم اعترافهم بالحدود التي ورثوها عن الاستعمار. وبالتالي تركيا حينما ترفض الاعتراف بالحدود الحالية لها فهي بصفة آلية لا تعترف بحدود المغرب بعد الاستعمار، بل تعترف بحدودها التاريخية الضخمة. فتاريخيا كانت الإمبراطورية المغربية من المرابطين وصولا إلى السعديين تمتد إلى تومبوكتو في مالي جنوبا، وتتوغل داخل شبه الجزيرة الإيبيرية شمالا، يعني إسبانيا والبرتغال حاليا. في المقابل امتدت الإمبراطورية العثمانية التي كانت عاصمتها اسطنبول في تركيا من روسيا إلى ألمانيا حاليا في الشمال، وإلى مكة جنوبا، وإلى الجزائر غربا. وكان تعامل الأتراك مع المغاربة معاملة ند للند، عكس الدول العربية التي انضمت إلى كرسي الخلافة العثمانية والتي كانت خاضعة للأتراك بشكل شبه كامل. وهذا ساهم في تنمية الاحترام المتبادل بين الشعبين تاريخيا وإلى حدود